تاني طريقة اللي المتخصصين في التحنيط دول هتبقى التكلفة بتاعتها أقل، وهتبقى يعني الكفاءة بتاعتها مش بالعلو قوي. النوع التالت بتاع التحنيط كما يقول هيرودوت هو أرخص تحنيط فيهم كلهم. الناس المتخصصين عرضوا الثلاث أساليب على أهل المتوفى، وبيسألوهم انتوا عايزين أنهي أسلوب يتم استخدامه مع الجثمان اللي انتوا جايبينه. لما بيتفق حملة الجثمان على التمن ويسيبوا الجثمان ويمشوا، بيبدأ المحنطين شغلهم. وبعدين بيبدأ هيرودوت يشرح لنا بقى العملية ذات نفسها. هو بيقول ايه بقى؟ بيقول في أحلى طريقة تعامل أو أحسن طريقة تعامل مع الجثمان، الأول بيستخرجوا المخ من فتحتي الأنف عن طريق خطاف مصنوع من الحديد المعدن. بعد ما بيخلصوا كل ده بيحطوا نوع من أنواع الأدوية وبيعملوا فلاشنج اوت، يعني زي كده ما يكون انت ايه عايز تغسل مثلا آنية أو حلة، تروح مدخل فيها مية كده وتروح طخ 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 تروح ايه رامي المية. يبقى انت كده كمان نظفت الجمجمة من جوه من أي فضلات بتاعة المخ اللي ما طلعتش مع الخطاف. بيستخدموا أدوية في هذا. طبعا من الواضح ان الأدوية ديت كانت سائلة، لأن هو عايز يخش ينظف فبيبخ السائل وبينظف الجمجمة من الداخل عن طريق هذا السائل، وبعدين يروح كابب السائل بره الجمجمة. وبعدين بيفتحوا فتحة بأداة معمولة من الحجر الإثيوبي. ده بيبقى بيسموه كده شارب إثيوبيان ستون. ده بيبقى نوع من أنواع الشفرات اللي معمولة من حجر الأوبسيديان. OBSIDIAN أوبسيديان. ده اللي استخدمه المصري القديم كمان في عمل العيون بتاعت التماثيل. فالفتحة ديت بقى بيستطيعوا ان هم يخرجوا الأعضاء الداخلية، وبعدين بينظفوا الجسم من جوه. في الحالة اللي زي دي بتبقى الكافيتي بقى ذات نفسها، الحتة بقى اللي هم شالوا منها الأعضاء، وبيغسلوها ببالم واين، يعني بنوع من أنواع النبيذ بتاع النخل، النبيذ اللي بيجي من النخل. وكمان بينظفوها بحاجة اسمها باوندد سبايسز، يعني البهارات المطحونة. استخدموا كله إلا الفرانك انسنس اللي هو البخور. يعني بيستخدموا السبايسز، البهارات ديت الحراقة والكلام ده كله، لكن ما بيستخدموش في القصة دي البخور. وبعدين الفتحة اللي هم عملوها ديت ايه بيخيطوها، يقفلوها. بعد ما بيخلصوا كل ده بيغطوا المتوفى بملح النطرون لمدة
70 يوم. ده كلام مين؟ ده كلام هيرودوت، ولكن ليس أكثر. 70 يوم ولكن ليس أكثر. but for no longer. ومن هنا يقول هيرودوت تتحنط. بعد ال70 يوم ما يخلصوا بيغسلوا الجثة ويربطوها، يلفوها من الراس لحد صوابع الرجلين بلفائف من القماش من أفخم أنواع الكتان اللي مدهونة بالصمغ، باللبان، بالجم، باللبان. واستخدموا الجم عن الصمغ. هيرودوت بيقول لنا ان هم استخدموا الجم عن الجلو. الجلو اللي هو الصمغ، والجم اللي هو اللبان، فاستخدموا اللبان عن بديل عن الصمغ. وبعدين اخيرا بقى بيتم تسليم الجثمان لقرايب المتوفى، اللي بيحطوه في كفن من الخشب اللي على شكل انسان، وبيقفلوها ويحطوها في غرفة الدفن. وهو بيقول ان التابوت دوت بيتحط ابرايت على الحيطة، واقف كده على الحيطة. وهو شرح في الاخر خالص ان هذه الطريقة وهذا الاسلوب هو الاكثر غلوا وتكلفة في وقتها. هو بيتكلم على دي اكتر عملية تحنيط مكلفة اللي شرحها دي. اما بالنسبة للناس اللي هتختار الطريقة التانية او الطريقة التالتة اللي هي اقل تكلفة، المتخصص او اللي شغلتهم التحنيط بيملوا السرنجات بتاعتهم بنوع من انواع الزيت اللي هو اسمه سيدر اويل، CEDAR. سيدر اللي هو السيدر ده اللي هو خشب الارز، شجر الارز ده، سيدر اويل. ويروحوا حقنينها في الابدومن بتاع الانسان. لا بيقطعوا بقى فتحة زي الطريقة الاولى، ولا بيطلعوا الانترنال اورجنز، ولا بيطلعوا الاعضاء الداخلية، ولكن بيدخلوا جوه، يحقنوا الجسم بالنوع ده من الزيوت عن طريق فتحة الشرج او القاعدة اللي هي الانس. وبيروحوا قافلين الفتحة ديت بعد كده، زي ما انت بتقفل كده الزجاجة بفلة، هو بيروح قافل فتحة الشرج بعد ما بيحقن الجسم. وبعدين بيحنطوا الجسم بعدد الأيام المكتوب، وبعد كده بيسمحوا للزيت ان هو يطلع بره اللي هم حقنوه ده، ان هو يهرب بره الجسم ويطلع بره الجسم، يسير خارج الجسد. من كتر قوة السيدر اويل ده، لما بيفتحوا له الطريق عشان يخرج، من كتر قوته بيكون حول الأعضاء الداخلية إلى سائل، فبينزل كله بره. وبالطريقة دي بيتخلص المحنطين من الأعضاء الداخلية.
طبعا احنا عارفين ان بعد كده كمان بيقول لنا هيرودوت ان الملح النطرون بياكل الفلاش الجلد ذات نفسه، فالجسم بيصغر في الحجم. وهو بيقول ان الجسم كان بيصغر في الحجم من حيث الجلد ومن حيث العظام كمان. ده كلام هيرودوت. بعد ما بيخلصوا كل ده بيسلم المحنطين الجسد لأهله، وخلاص ما بيعملوش أي حاجة تانية.